السلام عليكم واهلا وسهلا في فيديو جديد. قبل ان نشاهد الفيديو زي ما بتعودونا زي كل مره، اضغط لايك ودعمنا في الفيديو باللايكات والاشتراك في القناه اذا جديد، واراكم في التعليقات شجعونا على كل جديد، والتعليق الحالي بيكون من نصيبه اللايك والقلب يا حبيبي. بسم الله ندخل نشاهد الفيديو. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. ايوه افتح نفدال قلبك، افتح حق ابوك الشارع وما داري. ايش السرعه هذه يا اخوك؟ دارنا الجهال ملان شارع. ابو صالح وانت مكلفتي بتسوق السياره؟ الله يسامحش، بس الله يسامحش يا بنت الناس، الشوارع ملان اطفال وجهال، تدعسي واحد ولا تموتي احد؟ انا اسفه يا اخي، والله لا وقعتي مكلفت، ولا اني كنت بسحب السياره فوق الديانه واوديها حوش الملوك. انا اسف. سوقي الدلاب لا تسرعيش سرعه زياده، الله يسامحك، الله المستعان. بس امشي يلا امشي. النبي كل شويه هات ايش الجنان حقش هذا؟ انا ادمي مش انا اصرف الي، وبعدين انا تزوجتش على سنه ايش؟ افتان ولا عزب تجننيني؟ انا ابو صالح. شوفي حقش النكد، شوفي لما وصلتينا. ايش هذا؟ الله يخارجنا من بعض الحمير، الله يخارجنا يا اخي. ما بتصدق يا ابن الناس، بقره حيوان مالك سلامات. ايش فعلت؟ وين حسك؟ هو واتساب، هو عمل الواتساب حقك يا اخي. انه معك عويل؟ ايوه. العفو منك، الله المستعان. بس يا منعه مره ثانيه كنت سوا والصبي. عيوني المره هذه مشيتها لك لاجل معك عويل. انا اصلح سيارتك ما يهمك. الله يفتح عليك. لا قسما بالله لو ما بحدمتي لا انزل افرمه. خدمات بحاجه ولا شيء. الله يرضى عليك. المهم استغفر الله بس، استغفر الله بس. ايش فعلت مع هذا؟ يا اخي استحيت انحرج، دقنا وجيت اصيح فوق وطلع مع عوايل مكالف، وقلت عيب. الله يسامح، حصل خير. والله ذاك حصل خير. انا افدي قلبك. يا جماعة لو سمحتم ممكن دخل هذا عند الدكتور قبلكم؟ مالك يا لو سمحت؟ سلامات، مريقين من الصبح انا قدرنا معظم من الجلسه، تقول لي لو سمحت من حق من؟ يا اخي ما انا والله ما فيني طافه مريع من اول، ماشي والله. قلتك الله مريع من اول، لو ما وصلت وريجي تقول لي حيدخل واحد. عفوا بس لو سمحتم يا جماعة هذا مع عائلة. ايش مع عويل؟ لا عادي خليه يدخل. خلاص ما خليه يدخل. سحولي يدخل. بيض الله وجيهكم ما قصرتوا. تفضل. هيا مره. ايوه هيا اطلعوا يا جماعه لو سمحت، افسح انت والاخ العوائل يركبين. احنا نمشي مشوار نجيز. والله العفو مني شخصي، معي ركاب شاوصون بلا باب اليمن، ما مش داري نمشي مشوار. يا سواق لا خلينا نطلع عين المكالفه ولا صلى على النبي، بعدين احنا عندنا بس ثاني عادي طبيعي. احنا عندنا برنفسنا ما بالشي لو خطينا رجل من هنا لباب اليمن. امانه انكم كفو فوق عيني وراسي، بيض الله وجيكم. هيا اطلعي انتوا البنات اوصلكم الجيز يلا. يا خبرة تقول الله خاف الله، لو كانوا خيدهم ساعة بس وصلنا نخرج. يا رجال عيب عليك، استحي عوائل مكالف. والله لو هي واحدة من اهلنا ومكالفنا ما نرى شهر جلسة في الشارع. كلام هذا البصة.
سلامات يا اخي سلامات. لا وزيد مرة وصدمت السيارة، ما تبصريش السيارة قدامي سعمني. انا اسفه يا اخي ما كانش قصدي. اسالش بالله انا بيصرفوك كل ما تاسف، ما تبصري سعمن السيارة ما بصرتيهاش. ما خلاف عاد سبحان عقلك بعقل صلي على النبي ما لا. يا اخي دقت السيارة يا حقي. اخي حصل خير، ما عاد شارع لك مكالب في الشارع، الله المستعان. طيب يا اخي بصير كيف جحشت السيارة؟ حصل خير. والله يا اخي ما بشي. سلم الله ما بالشيء واعتبر انهن مخالفك. سهل سهل يلا عنسبر عنسبر. وفي نهاية الفيديو يا أحباب قلبي، كل هذه الفيديوهات المقتطفات اللي صورناها بالفيديو هي ملامسة للواقع 100%، وهذه النخوة والشهامة والفزعة هي من عادات أهل اليمن وليست غريبة أو دخيلة عليهم. وحبيت أن أنقل لكم بعض هذه المواقف من النخوة والفزعة والشهامة اليمانية، وليس الكل منها، وهذه عادات وتقاليد أنا شخصيا أفتخر بها وأعتز كوني كشخص يمني، وأتمنى أنها ما تختفي في واقعنا الحاضر والمستقبلي، ونتوارثها جيل ورا جيل، لأن هذه العادات هي اللي تميز اليمني عن غيره. وأكيد الكل يعرف إذا يحصل لأي شخص موقف ومعه عائلته أو مكالفه في المجتمع اليمني، معروف أن الكل بايقوم يفزع معه، لدرجة أعتقد أن المشلول اللي جالس مشلول على الكرسي بايوقف على رجيله ويفزع مع هذا الرجال اللي معاه عائلة ومكالف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المرأة اليمنية تحظى بقدر كبير من الاحترام والتقدير ومكانة كبيرة في المجتمع اليمني. مثلا إذا حصل موقف لمرأة يمنية في شارع عام أو في أسواق أو في أي مكان يتواجد فيها الناس، الكل بيتعاطف ويتضامن معاها، ولا يفهم البعض أنها خرفنة من الأشخاص المتضامنين معاها، ولكن هذه باختصار هذه هي الفزعة والشهامة والغيرة اليمنية، اعتبارا منهم أن هذه المكلف عار لكل يمني أصيل، وهذه ما أعتبرها غريبة على أهل اليمن. أكيد ما تقول لي ليش، أنت عايش وسط الشعب اليمني. وأزيدك من الشعر بيت، حتى إذا في شخص في مكان عام ومعه عائلته وقل احترامه على غيره، هتلقى هذا الرجال الغريب يتغاضى عنه ويسامحه، مش لجل مكالفه وعائلته معه. يا أخي يكفيك أن الدولة بنفسها تتغاضى معك وتمشيك في أي نقطة تفتيش، احترام وتقدير إذا معك مكالف أو عائلة داخل زيارتك. وعاد اللي يجي في التعليقات أو الرسائل من الخارج ويقول لي أنت بتفاخر وبتكابر باليمن زيادة، يا حبيبي كيف ما أفتخر وأنا عايش بين رجال وقبائل تقدر وتقبل بجاه المرأة حتى ولو كان فيها مقاتيل. تعال جيب لي هذه العادات والتقاليد في أي دولة بهذا الشكل، واللي من الخارج مستغربين ويشوف اني بالغت، يا عمي تعال عيش لك معانا سنة بتلاحظ هذه الاشياء بعينك وبنفسك وبعدين احكم. اكيد البعض بيعلق ويقول يا اخي اليمن فيها سلبيات وجرائم وفيها فضايح بتحصل، قلدك الله هذه الاشياء ما خلي منها اي مجتمع بالعالم، بس تعال وقارن هذه السلبيات بين جميع الدول بالعالم، اكيد بتلاقي ان اليمن متصدرة دائما فوق. وبالاخير بقول لك هذه الاشياء كامل اللي كلمتك عليها من النخوة والشهامة والغيرة والفزع والحشمة بتلاقيها بالفطرة مولودة في الشخص اليمني. عشنا وتربينا وترعرعنا وكبرنا على هذه العادات ونقدسها تقديس عظيم لأنها توافقت مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا، وقال أيضا رفقا بالقواري. وفي الختام تحية وتقدير وتعظيم لكل نساء اليمن ولكل أحرار اليمن ولكل رجال اليمن، ودمتم ودامت هذه العادات حية ومتوارثة فيكم يا عزوتي ويا تاج راسي. وفي نهاية الفيديو لكل متابعيني سواء صغير أو كبير وسواء كانوا من اليمن أو من خارج اليمن، أشتي فزعتكم وفديت من قال تم. شاب سوري من سوريا يطلب فزعتنا وأكيد الكل بيفزع وما بيقصر معه قناة هي مصدر رزقه له ولأولاده. أشتيكم تدخلوا قناته الآن، الرابط بيكون في الوصف والتعليق، تشتركوا في قناته وتكتبوا في تعاليق الفيديوهات تبعه جيش محمد شيشان أو من طرف محمد شيشان، بيضوا وجه عند الرجال وفديت من قال تم. وفي النهاية زي ما بتعودونا زي كل مرة لا تنسوا بالصلاة على رسول الله، صلوات ربي عليك يا حبيب الله يا محمد. ولا تنسى إذا عجبك الفيديو تدعمنا لايك وتحطوا آراءكم في التعليق، والتعليق الحالي زي ما قلنا لكم بيكون من نصيبه اللايك والقلب. واشتي كل من يشاهدني الآن يكتب في التعليق من أي محافظة يتابعنا، من أي دولة، من أي مكان، عشان نتعرف عليكم وأتشرف وأفتخر فيكم كونكم كمتابعين لي وفي قناتي. ولا تنسوا يا أحباب قلبي تتابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا من دعمنا في الانتساب في القناة، بتلقى الروابط في الوصف. في نهاية الفيديو حبيت أن أضيف هذه الفقرة الدكتور عمر الفقيه. إيش اسم العيادة حقك يا دكتور؟ المركز الاستشاري الأردني لطب وجراحة الفم والأسنان. ما شاء الله من الدرجة الأولى، وأنا مجرب خصم إذا عجي من طرفي من طرف محمد شيشان خصم 50% وعلى ضمانتي. أين المكان اللي أنت متواجد فيه؟ مكان خلف محطة 50 شارع 24
موجودين بيوت الأحلام. حلو، اكيد تعرفوا هذا المكان كله، وان شاء الله انكم تتواصلوا عند الدكتور. نطرح اسم العياده في الوصف والتعليق، تابعوا معه، وفي امان الله.